بەیانتان باش میوانە بەڕێزەکان بەخێر بێنەوە بۆ ڕۆژی دووەمی دیداری سلێمانی. ئێستا بە پانەلێکم دەست پێ دەکەین بە ناونیشانی چۆن ڕاقامەدەگەری بۆ گۆڕانکاری کەشوهەوا. بەڕێز ماکس کلتن مۆدەرێتەر دەبێت لە زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی ئەو پانەڵەکە بەڕێوە دەبات. بەیانیتان باش ئەمڕۆ کۆمەڵک میوانی بەڕێزمان لەگەڵایەوە پانەلیست دەربارەی گۆڕانکاری کەشوهەوا و ژینگە دەدوێن. ئەو بەڕێزانەمان لەگەڵدای وەزیری سەرچاوەکانی ئاو ئەمین عەبدوڵڵا پێکەوە لەگەڵمان دەبێت بەڕێوەبەری گشتی گۆڕانکاری کەشوهەوا لە ناو وەزارەتی ژینگە بەڕێز ئەمستەمایەت کە هاوبەشێکی گەورەی دامەزراوەکەی ئێمە بووە کە پرۆگرامانە بۆ لە بواری ژینگەیدا. هەروە لەگەڵماندا بەڕێز سێنیم کەرەجەچیان بەڕێزیان بەڕێوەبەری سیاسەتی ژینگەییە لە دەستپێشخەری چاکسازی عەرەبی. هەروە بەڕێزمان توێژێری پێشکەوتوو دکتۆر سامی ئەلمەعتادی کە لە ئایریس لەگەڵماندا بەشداری چەندین پرۆگرامی کردو و زۆر خۆشحاڵین کە First question to the Minister. We all know that Iraq faces major challenges when it comes to climate change. العراق يواجه الكثير من التحديات بخصوص التغييرات المناخية في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب أيضا. كيف بإمكان العراق أن يتجهز ويتحضر للتغيير المناخي إذا لم يكن لحد الآن لم يكن هنالك أي اتفاقية مستدامة في مع البلدان المجاورة مثل تركيا وإيران؟ ما هي الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل العراق وما هي خطواتكم في هذا المجال؟ شكرا جزيلا لكم. First of all, I would like to thank everyone and also for His Excellency Dr. Barham Saleh for organizing and initiating this forum. And also the repetition of this forum is very beneficial and benefiting all Iraq. When it comes to the question that you asked, of course, the climate change, it's actually, in fact, the most pressure is on the subject of water. The question specifically is about the relationships with other countries. This is the nature of the demographic as being Iraq being the land of the two rivers, and when we are talking about the Euphrates, 90% of the water for Euphrates comes from Turkey. Iran has nothing to do with that. When it comes to Tigris, the major portion of the water comes from Turkey, and a smaller proportion of the water comes from Iran, especially from Diyala and Huweza and these areas. The reality is this has to do with the relationships with the neighboring countries regarding water. This is a long discussion. This goes back all the way to the 60s and 70s when they created the Dam of Tiban on Euphrates between Iraq and Turkey. But there are some initiatives from Turkey to use the water the best way possible, and that's why this is a major project and aims high when it comes to احنا دولة مصب وأيضا لربما في سنوات الجفاف تقاسم الضرر
لكن هذه المبادئ احنا نحاول نأكدها، بس مع الأسف الشديد لحد الآن لم نصل إلى اتفاق محدد واضح وصريح بشأن كميات المياه في نهري دجلة والفرات. فقط هناك بروتوكول موقع بشأن نهر الفرات في سنة 1987 يتعلق في موضوع أثناء الخزن في أتاتورك، والتدخل من البنك الدولي حدد أنه لازم تكون أقل كمية تطلق على الحدود السورية التركية هي 500 متر مكعب في الثانية. بعدين صار اتفاق لاحق مع جارة سوريا أنه تكون توزع بنسبة 58% للعراق و42% إلى سوريا. هذه الاتفاقية فيها شرط أنه اتفاقية وقتية، لكن تستمر لحين الوصول إلى اتفاق كامل بشأن قسمة المياه بين الدول الثلاثة، لكن للأسف لحد الآن لم نصل إلى هذا الاتفاق. احنا نسعى في هذا الاتجاه. أثرنا هذا الموضوع بعدة لقاءات، وأيضا كان العام الماضي في شهر نيسان كان هناك زيارة لدولة رئيس الوزراء إلى تركيا، وأثرنا الموضوع بهذا الشكل، إلا أنه يعني وحاليا هناك احتمال لزيارة قريبة إلى الرئيس أردوغان للعراق. احنا عدينا يعني المذكرة الملائمة أو النص الملائم لأن يدخل ضمن البروتوكول لمنوي توقيعه مع في أثناء هذه الزيارة. ملف المياه هو ملف حاكم أساسي ومهم، لأن هناك مصالح مشتركة، هناك ملفات عديدة لدى الجانب التركي معروفة لدى الكل، الملف الأمني، الملف التجاري، الملف الاقتصادي. هذه الكفة كلها راجحة إلى الجارة تركيا، بالوقت اللي ملف المياه من جانبنا احنا هذا يحتاج أن يكون في حالة توازن في دراسة هذه الحالة بشكل دقيق. فأثرنا هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ونتوقع أنه راح يكون هناك يعني شيء خطوة للأمام في هذا الجانب. مع الجارة إيران الواقع أنا قلت أنه إحنا هناك صح نسبة المساهمة 18%، لكن مؤثرة بالنسبة لنهر ديالى. نهر سيروان الرئيسي اللي يغذي دربندي خان أنشأ عليه مجموعة سدود في أعالي النهر داخل جارة إيران، وأيضا هناك بعض المجاري تم تحويلها من يعني جنوب سد دربندي خان إلى سد حمرين باتجاه أحواض أخرى. هذه مؤشرة في لقاءاتنا وحوارنا مع الجارة إيران مع المختصين في هذا الجانب، وإحنا مثبتين لأن هناك نسبة معينة وفق اتفاقية الجزائر اللي هي ما معمول بها من قبلنا، لكن من جارة إيران تشدد على استخدام الاتفاقية على أساس بها بنود مفيدة للجانب الإيراني. احنا أيضا هذا الموضوع بالاتفاقية هناك بروتوكول ملحق ينظم موضوع المياه في للوديان والأنهر العابرة للحدود، الأنهر المشتركة اللي على الحدود بالجانب الشرقي تصل لأكثر من 40 وادي ونهر. الواقع وصلنا إلى مرحلة. بالنسبة للواقع الشيء اللي أنا أسميه مؤسف نتيجة ما حدث بعد اتفاقية الجزائر، أنه صارت الحدود النهرية هي منتصف شط العرب. إذن أصبح نهر الكارون بالكامل هو نهر إيراني بالكامل، منبعه ومساره ومصبه داخل أراضي إيرانية. يعني من الناقش في هذا الاتجاه أحيانا حتى من لدى المختصين في المنظمات الأممية يقول هذا نهر أصبح نهر إيراني. فيعني قوة إذن أنا فقط انطلقت معهم من هذه الناحية أيضا بالاستفادة من الاتفاقية. أكو نص بروتوكول ملحق بالاتفاقية يعني ببيئة شط العرب،
من هالمنطلق حاولت أن يعني أثير هذا الموضوع، والعام الماضي توصلنا إلى نتيجة إيجابية، نتيجة فتح نهر الكارون أثناء الصيف الماضي. هذا كانت لها تأثير إيجابي كبير على استقرار منطقة شط العرب. And Mr. Minister, was that opening of the Karun the result of conversations, or was that a decision that was هل كانت هذا النقاش هي مجرد نقاش أو كان مجرد مبادرة من طرف واحد؟ نهر الكارون نهر احنا سابقا كان المصب، لأن حدود العراق مع حدود خط المياه الملاصقة للساحل ضفة إيران، هذه كان يصب في شط العرب. شط العرب كان نهر بالكامل هو نهر عراقي، حاليا نهر مشترك وفق الاتفاقية. فمن يكون نهر مشترك إذن هنا قوتنا في النقاش يعني تكون أقل، يعني ما عندنا من وسائل أو لغرض إقناع المقابل تكون أقل من ما كانت عليه سابقا. وكذلك الموضوع يتعلق في نهر الكرخة، لكن هنا نحتاج أنه نحافظ على بيئة شط العرب. إذن يجب أن تكون هناك كمية من المياه العذبة تتدفق من نهر الكارون إلى شط العرب، وهذا ما نعمل عليه حاليا. وإحنا راح يكون عندنا المؤتمر المياه الرابع في العراق الأسبوع القادم إن شاء الله في بغداد. راح يحضر وفد كبير من الجانب الإيراني برئاسة وزير الطاقة والمياه، وراح يكون هناك أيضا استمرار للمباحثات في هذا الجانب. نأمل أنه تستمر عملية فتح الكارون بشكل مستمر لغرض تخفيف على شط العرب، وهذا تعطينا فرصة أكبر يعني ومرونة في إدارة الموارد المائية بشكل أسهل. Thank you, Mr. Minister. We'll come back to you with some questions later about internal water governance. But I'd like to turn to Yousef Moayed, who again heads the ministry's efforts on climate change adaptation and preparation. Could you give us a sense? I know that, over these last couple of years, there's been a lot of effort from the Ministry of Environment to really take leadership over this issue of climate change strategy. If you could simplify for us, what are the core ideas at the heart of this strategy that's being prepared? The top priorities. And then as a second part of that question, how will it be financed? These will require important investments. And historically, the ministries related to water and the environment, whether it's Mawad al-Ma'iyya or whether it's environment, haven't been as well funded. So could you also talk a bit about the financial side of this strategic framework? شكرا أستاذ مايك. طبعا فيما يخص موضوع إدارة قطاع التغيرات المناخية من قبل وزارة البيئة، يعني هي وزارة البيئة هي نقطة الارتباط الوطنية أو هي المنسق الوطني لهذا الموضوع على مستوى الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي. لذلك هناك يوجد تواصل مهم مع كل الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة. من نتكلم على الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتغيرات المناخية، أكيد نتكلم على وثيقة المساهمات الوطنية العراقية، وثيقة الNDC. هذه الوثيقة التي وضعت بكل مشاركة كل الوزارات والجهات ذات العلاقة بما بها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، اللي هي تمت المصادقة عليها في عام 2021. طبعا هذه الوثيقة لها أولويات مهمة جدا. مثل ما تعرفون حضراتكم تأثير التغير المناخي بشكل كبير مثل ما تفضل معالي الوزير على قطاع المياه وتبعات الموضوع، أيضا القطاع الزراعي، أيضا موضوع قطاع الطاقة، موضوع الغابات، موضوع التنوع الإحيائي. لذلك الأولويات الخاصة أن في هذه الوثيقة هو موضوع الأمن المائي، الأمن الغذائي، موضوع التنوع الإحيائي،
خاصة في مناطق مهمة في العراق، على سبيل المثال الغابات في كردستان، موضع الأهوار في جنوبي العراق. لذلك احنا الآن مستمرين في وزارة البيئة في إعداد وثيقة هي تعتبر الملحق المهم للNDC، هي وثيقة خطة التكيف الوطنية. هذه الخطة سوف تركز على 13 قطاع. نتأمل إن شاء الله قبل مؤتمر 29 القادم في أذربيجان أن يعلن العراق على هذه الوثيقة. ركزنا على مواضيع الأمن الغذائي، الأمن المائي، مواضيع الصرف الصحي، موضوع التراث والسياحة، موضوع التنويع الاقتصادي. هذا من الأمور المهمة جدا اللي احنا بدينا نركز عليها بشكل كبير، موضوع تحديث المناهج الدراسية وكل هذه المواضيع. صراحة الآن نقود الملف من خلال وزارة البيئة لكن بجهد وطني. الآن عندنا لجنة وطنية عليا للتغير المناخي برئاسة معالي السيد وزير البيئة وعضوية كل الوزارات القطاعية، أقل تمثيل من الوزارات وبمستوى وكيل وزير، أيضا بوجود ممثلين من حكومة إقليم كردستان معنا في هذا الموضوع. تحديات مهمة جدا في هذا الموضوع. احنا ان شاء الله خلال فترة قريبة قادمة، يعني ما تتجاوز الشهر، حنعلن على استراتيجيات مهمة. اول شيء هي وثيقة الوثيقة الخاصة بالتخفيف النامة، وهي اللي تتضمن الخطط التي ستقوم بها الوزارات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في العراق. ايضا عندنا وثيقة الخاصة بالتكنولوجي نيد اسسمنت، الاحتياجات التكنولوجية، ماذا يحتاج العراق من نقل تكنولوجيات ومن ابتكارات حتى ننفذ التزاماتنا في اتفاق باريس. ايضا عندنا وثيقة هي وثيقة البرنامج القطري لصندوق المناخ الاخضر، ما نحتاج العراق ماذا يحتاج من مشاريع لتقديمها الى واحدة من اهم اليات تمويل المناخ هي صندوق المناخ الاخضر. ايضا عندنا وثيقة البلاغ الوطني الثاني، هذه الوثيقة اللي حتضم جرد الانبعاثات، حنقدر بالضبط نعرف القطاعات الخاصة بجرد الانبعاثات، وعلى ضوءها نقدر نتابع أي خفض يكون بالقطاعات استنادا إلى التزاماتنا باتفاق باريس. الشيء المهم جدا احنا إن شاء الله حنبدي وحسب المتطلبات اللي تم إعلامنا بها خلال كوب 30 اللي حيكون في البرازيل السنة القادمة، يجب الدول أن تسوي أبديت تحديث لوثيقة الNDC المساهمات الوطنية. لذلك احنا حنبدأ إن شاء الله بوقت قريب على هذا الموضوع. كل هذا حيتلائم مع الالتزامات والاستراتيجيات والخطط الوطنية. الآن عندنا الوثيقة التنمية الوطنية اللي تعدها وزارة التخطيط، تحتوي على فصل كامل خاص بالتغير المناخي والبيئة. أيضا عندنا وثائق مهمة، مثلا عندنا القضايا والاستراتيجيات اللي تخص الشباب. الآن أصبحت تركز على موضوع كيفية إدماج الشباب بالعمل البيئي والمناخي بالعراق. احنا في فترة اسبوعين الى 3 واحتمال كبير في مؤتمر المياه نطلق مع اليونيسيف وثيقة خاصة بموضوع يعني زيادة مرونة الشباب والاطفال في العراق تجاه تأثير التغيرات المناخية. ايضا موضوع مهم جدا هو موضوع التزاماتنا في مواضيع الطاقة. تعرفون حضراتكم الاقتصاد العراقي هو حادي معتمد على موضوع النفط والغاز، لذلك يجب ان نتجه الى موضوع التنويع الاقتصادي خاصة فيما يخص موضوع. I'm wondering, just to push you a little bit. أنا فقط أتساءل بعض الأمور التي تقلقنا في هذا المعهد عندما نتكلم مع وزارة البيئة. عندما نتكلم عن الاستراتيجية في اتجاهات متعددة، وهنالك اتجاهات متعددة. أنا مجرد من منظوري أنا اعذرني إذا كان أنا سألتك عن الأولويات وأيضا التمويل الذي تحتاجونه في هذا المجال. نعم، أنا أقدر أن هذا الموضوع موضوع معقد ويحتاج إلى الكثير من الكلام، ولكن بشكل واقعي هذه وزارة صغيرة بالمقارنة، وأيضا يجب أن يكون هنالك مجال للتركيز ومجال عمل محدد. هو الأساس في موضوع the food and water security are the موضوع التحول الطاقي، أيضا موضوع التنويع الاقتصادي لهذا الموضوع. مثل ما تفضلت، يعني احنا موضوع توجيه الموارد المالية للحكومة مهم جدا بتحديد الأولويات، وحاليا احنا عندنا جهد كبير مع وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الموضوع. الآن يعني صراحة اللي عندنا تقدم مهم في قطاع التغير المناخي والبيئة، لأن نشوف أكو رغبة سياسية من صانعين القرار في هذا الموضوع. لذلك الأولويات الآن هي مواضيع المياه، الزراعة، والتنويع الاقتصادي، التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. Okay, thank you very much.
I'm going to move to Sirine. She's with the Arab Reform Initiative and is leading a MENA-wide effort on environmental governance. Oftentimes with climate change, we have a tendency either to securitize the issue, to think of it as a threat to stability, or to kind of make it into a technical problem. This is a problem that we can fix if we have the right technologies, But our recent research at IRIS, in partnership with United States Institute of Peace, we've really been trying to shift the focus, at least within the Iraqi context, to governance. The relationship between environmental management and governance, and as well as not only that, politics. And I know that this has also been your focus at Arab Reform Initiative, but in a MENA context. Could you help us connect the dots between water governance, environmental governance in Iraq, and the sort of broader MENA context? Yeah, thank you. It's great to be here, and thank you, Mac, for this question. As part of our work at the Arab Reform Initiative, what we're looking is we want to focus on uncovering and analyzing the multiple intersections between environmental and political dynamics, and these two are not separated. So today the environment is inherently political, from the way we manage and handle our vital natural resources, such as water, the different policies we adopt vis-à-vis our agricultural practices, تتعلق to how we بالممارسات الزراعية structure وكيف and نقوم develop our energy ببناء systems. وتطوير All of this أنظمتنا is للطاقة. political. كل هذه الأمور And it متعلقة necessitates بالسياسة، constant وهذا monitoring يتطلب and بالضرورة analysis in order رصد to push to وتحليل understand حتى how the many ندفع political نحو and كيف socio-economic crises in our region الأزمات have affected الاقتصادية our والاجتماعية environment. والسياسية أثرت And على maybe I'd like بيئتنا. to quote هنا a أريد story of أن Huda, who's a أذكر 24-year-old قصة هدى، woman, امرأة عمرها 24 عاما وهي مزارعة من الحويجة، وتكلمت مع مؤسسة نرويجية للاجئين وقالت أنه إذا الجفاف استمر فإن الزراعة سوف يتدهور، لأنه إذا لم يكن هناك مياه كيف لنا أن نسقي الزرع؟ نحن نعتمد على الزراعة من أجل الدخل والربح، ونحن نعلم أن 20% من العاملين في العراق يعملون في القطاع الزراعي. نفس الشيء سميرة من الموصل، هي أيضا شاركتنا مخاوفها وهي نازحة داخلية بسبب الصراعات والنزاعات، وعادت مؤخرا إلى الموصل حتى تقوم بالعمل في الزراعة مع طفليها، ولكن هنا ترى أن هناك انخفاضا في المحاصيل الزراعية، وتقول لا أعلم ما الذي علي أن أقوم به، وأحس أنني ضائعة ولا أستطيع أن أترك أرضي لأنه هو دخلي الوحيد. وهذه أصوات سميرة وهدى والتي تذكرنا بالصراعات ويجب أن نضعها في مركز الحلول. إذا ما رجعت إلى السؤال الخاص بقضية المياه، خصوصا زميلين آخرين تحدثوا عن هذا الأمر، الوزارة أبلغت أنه موارد المائية قد قلت إلى 70 مليار متر مكعب بالمقارنة مع العام الماضي. وأيضا المسؤولون قالوا أنه تدفق المياه في دجلة والفرات قد انخفضت بنسبة 70% في العام الماضي بالمقارنة مع العقد السابق، وهذا الانخفاض في وفرة المياه سوف يكون لديها عواقب ونواتج على الصحة المجتمعية وانخفاض المحاصيل الزراعية، وأيضا عدم استقرار سياسي وعدم استقرار والاضطراب الدولي والمحلي. هذا يقترح أن الحكومة العراقية تحتاج أن تأخذ إجراءات سريعة، والاستثمار في البنية التحتية ليس كافيا، لأن قضية المياه فيها إمكانية تسارع التشظي السياسي والاجتماعي ويؤدي إلى عدم استقرار في العراق. والآن الإدارة السياسية للمياه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنه في العراق ما بعد الصراع يجب أن يجدوا أمورا طويلة الأمد وفهم السياسة وليس فقط حلول تقنية. إذا ما سمحتم لي أن أستمر في التحدث عن التحديات والمشاكل،
وهنا يأتي دور الجامعات ومراكز التفكير وأيضا صناع السياسات. يجب أن يجدوا جوهر الحلول. العراق إذا ما نظرنا إلى العراق وأيضا أجزاء أخرى، أزمة المائية في العراق يأتي من مزيج من الاحتباس الحراري وأيضا إدارة سيئة للمياه والعنف والزيادة في الصناعات وعوامل إقليمية. ولكن قضيتين، القضية الأولى هي قضية داخلية مثل ما ناقشها سيادة الوزير، مثلا المستجمعات المائية. نعلم أن دجلة والفرات وشط العرب والمستجمعات المائية هي متشاطئة ومشتركة مع بلدان الأخرى مثل تركيا والعراق. إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الأنهر الرئيسية في العراق هي مقسومة مع دول متشاطئة، وهناك اتفاقيات، ولكن ولا واحدة من الاتفاقيات هي قيد التنفيذ. تركيا وإيران وسوريا يقومون بتطويرات تتعلق بسياسة السدود والتي أثرت على جودة وكمية المياه التي تصل إلى العراق، وهذا أدى إلى نزاعات وجدالات سياسية وأدى إلى أمور أخرى بين الدول المتشاطئة والتي قد يؤدي إلى توترات إقليمية جديدة. وأيضا التغير المناخي، نرى أنه العراق من بين البلدان الأكثر تأثرا وتأثيرا فيما يتعلق بالتغير المناخي، ولدينا موجات جفاف وموجات حرارة والذي يؤدي إلى زيادة الأزمة المائية. وأيضا هناك تحديات داخلية خصوصا الأضرار وملوحة المياه وصيانة سيئة وجودة جودة المياه والحروب، وأيضا ازدهار الصناعة النفطية والذي يجب أن يلام أيضا، والذي يؤدي إلى تفاقم أزمة المياه خصوصا في منطقة الجنوب. وأيضا عمران الحضري والذي سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه ونسبة النمو السكاني، والتي يعتبر واحدة من البلدان أكثر نموا في السكان في الشرق الأوسط. وأيضا في 2018 رأينا تظاهرات حركة تشرين في العراق خصوصا في الجنوب، وأنا من لبنان الجنوب دائما، وفي تونس هي منطقة يتم إهمالها. الحكومة العراقية كانت على علم أنه جودة المياه في البصرة ملوثة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات، والذي أدى إلى تمرد أكثر من 100,000 مواطن. وهذه قضية من يتحمل مسؤولية، مثل ما قلت هي قضية دولية وإقليمية، ولكن يجب أن لا نلوم فقط الأطراف الدولية، أيضا من هم المسؤولون عن هذه الأمور ومن هم الأشخاص الذين لا يتم سماع أصواتهم كهدى وغيرها. شكرا سارين، شكرا لتسليط الضوء على الحوكمة والسياسة في هذه القضية الشائكة. دكتور سامح معنا، وإذا ما تكلمنا بشكل أوسع كخبير في المياه، دكتور سامح، إذا أمكن أن تعطينا نبذة. نحن كلنا نعلم أن هناك العديد من العوامل عندما نتحدث عن شحة المياه. إلى أي درجة وإلى أي مدى التغير المناخي هو جزء من الصورة؟ كيف نستطيع أن نتكلم عن القضايا العابرة للحدود والحوكمة وأمور تتعلق بالمناخ عندما نتحدث عن التغير المناخي، وكيف يؤثر بشكل ملموس على مستويات المياه الآن وفي العقد القادم؟ بالتأكيد ماك، شكرا جزيلا لهذا التنظيم الرائع للملتقى. في الحقيقة فنخطو خطوة إلى الوراء وننظر إلى الصورة. مثل ما تعلم نحن نتحدث عن نظام شامل، والتغير المناخي عملية معقدة وفيها العديد من العوامل. إذا ما نظرنا فإن ثلثي احتياطي النفط هي موجودة في 5 بلدان في هذه المنطقة. العراق هو في رأس القائمة، وهذا فلنقل سيف ذو حدين. أولا هذا فلنعتبره إمكانية مالية ممكن
فيها تطوير البلد، ولكن في نفس الوقت هذا معناته انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة. وأيضا هناك هامش لعدم الاستقرار السياسي في البلدان التي فيها ثروة نفطية وموارد طبيعية، وهذه الخطورة فيها نسبة مئوية أعلى من البلدان الأخرى. إذا ما نظرنا إلى الموارد المائية، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا، ونحن جزء منها، فيها 6% من عدد سكان العالمي، ولكن فقط فيها 2% من المياه الصالحة للشرب، ويجب أن نأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار. وإذا ما مزجنا كل هذه المعلومات سوية في طبق واحد، سوف يكون لدينا 3 تحديات رئيسية. الأولى هي مسألة الأمن الغذائي، لأنه الزراعة سوف يكون غير متوفر، ونحن نعلم أنه 80% من الموارد المائية يتم استهلاكها في الإنتاج الزراعي. التحدي الثاني هي التدهور البيئي. إنتاج النفطي الأكثر يعني أنه سوف نحتاج استخدام وانتباه أكثر البيئة. الثالثة هي والذي يعيق الاقتصاد على المدى الطويل إذا ما فقط اعتمدنا على سلعة واحدة أو تجارة واحدة، وإذا ما انكمشت تلك التجارة وسوف يكون لدينا اقتصاد غير مستقر. الآن التغير المناخي يعتبر كتحدي خارجي من قبل النخبة السياسية، ولكن إذا ما كان لدينا معلومات ملموسة حول التغير المناخي وبيانات ملموسة، وإذا ما نظرنا بعمق وتعمق، ومع الأسف لدينا بيانات غير واضحة ومشوشة حول ماهية وطبيعة التغير المناخي في العراق، ولهذا أحيانا نقول ساوى قد تدهورت بسبب التغير المناخي، وبالتأكيد ليس هو هذا السبب. هذا بسبب سوء استخدام الإنسان، ولهذا اختفت بحيرة ساوى. الفيضانات والسيول في أربيل ليس بسبب التغير المناخي، بسبب التخطيط العمراني السيء. نحن لا ننكر أنه هناك أثر للتغير المناخي هنا في العراق، ولكن يجب أن نكون أكثر منطقية، ويجب أن نعتمد على أدلة. وكل المعلومات التي لدينا وموجودة أنه التغير المناخي، والعراق من ضمن البلدان ال5 الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، ولكن ليس هناك أي قاعدة وأساس علمي ملموس. إذن يجب أن نكون حذرين عندما نذكر هكذا معلومات. إذا ما نظرنا بعمق على البيانات المتوفرة، فهي إما غير مستدامة أو ليس فيها تحديث دوري، أو لم يتم تعضيدها أو دمجها أو تكاملها. ولهذا نرى أنه في وزارة معينة أنه رقم ما أو إحصاء ما لقضية ما ترى أرقام وأعداد كثيرة في مديرياتها المختلفة. ولهذا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التغير المناخي أنه شيء جديد ومخلوق جديد، لا نعلم كيفية التعامل معه. إذن يجب أن نكون حذرين وأن نستثمر أكثر في أبحاث علمية ملموسة. وطبعا هذا تحدي عابر للحدود، ولن يكون محدودا أو محددا لبلد معين. كل المنطقة، كل العالم تم التأثير عليها والتأثر بالتغير المناخي، ولكن كيفية التعامل مع التغير المناخي أتصور نحن على مستوى الحكومة في العراق نحن نركز على الصورة الكبيرة وننسى الخطوات البسيطة التي هي مهمة أيضا، والخطوات الصغيرة، وهي تركيز على بعض الأمور وإصلاحها، وهي فيها حصة الأسد فيما يتعلق بالزراعة والحصة المائية. نحن نقوم بتصنيف البيانات، وأعلم أن الحكومة تحاول أفضل ما لديها من المستطاع، ولكن أعلم أنه ليس لدينا أمور صغيرة جزء من الصورة الأكبر. إذا ما تحولنا إلى نحو الحوكمة، نعم سوف نرجع إلى هذه النقطة. نعم في الحقيقة أنت
ذكرت بحيرة ساوا وأريد أن أرجع إلى الوزارة. دكتور سامح ذكر أنه عادة يقال أنه بحيرات كبحيرة ساوا أو بحر النجف أنها تختفي بسبب التغير المناخي، هذا ما يقال، ولكن في الحقيقة هذا لأن هناك حفر آبار واستخدام للمياه الجوفية بشكل يساء استخدامه. إذا ما أردنا أن نغير التركيز نحو إدارة المياه بشكل داخلي من تنظيم استخدام المياه الجوفية وتنظيم تخصيصات المائية والسدود، ما هي الخطة طويلة الأمد، الخطة طويلة الأمد ومتوسط الأمد للوزارة حتى يحسن من موقع العراق فيما يتعلق بإدارة المياه؟ الحقيقة هذا موضوع مهم جدا. أنا تحدثت يعني وأشكر الأخت والأخوان أثاروا موضوع مواضيع حيوية. إذا هذا التحدي هناك تغيرات مناخية ضاغطة على المورد المائي، هناك زيادة في الطلب والمتوفر محدود، إضافة إلى احتمال التناقص في كمية المياه مستقبلا نتيجة التغيرات المناخية، زيادة عدد السكان، زيادة الطلب. إذن هذا التحدي جاد. حقيقة حتى نكون واضحين، احنا قمنا بدراسة اسمها الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق، تم المصادقة عليها سنة 2015. أعطت بعض المخرجات نعتمدها حاليا كخارطة طريق للسلوك في إدارة الموارد المائية، لكن ما اكتفينا عند هذا الحد. حاليا احنا باتجاه تحديث هذه الدراسة، لأن كانت لم تأخذ التغيرات المناخية بالمستوى المطلوب، واللي كان غير واضح تقريبا. حاليا بدأ يتعاظم بشكل أوضح تأثيرات التغيرات المناخية وتأثيرها على المورد المائي. فلهالسبب طلبنا إعادة تحديث هذه الدراسة، وتم توقيع عقد مع إحدى الشركات الإيطالية نتوقع أن نباشر به قريبا لتحديث الدراسة ولتوضيح النظرة المستقبلية للموارد المائية في العراق. دراسة أفضت عن حقيقة هي مؤلمة بعض الشيء، أن هناك نقص بحلول سنة 2035 يصل إلى أكثر من 10 مليار متر مكعب في الموارد المائية. إذن هناك فجوة كبيرة بين ما معروف من موارد مائية والطلب على الموارد المائية. إذن كيفية تقليص هذه الفجوة هنا مهمتنا، يعني هاي النقطة الحيوية في إدارة الموارد المائية اللي يجب أن يكون بها يعني وقفة جادة، ليس من وزارة الموارد المائية إلا من الحكومة الواقع بشكل عام. فتقليص الفجوة هذه باتجاهين: اتجاه ترشيد استخدام المياه، هذا مهم جدا، واتجاه الثاني أن نجد مصادر بديلة وليست مصادر تقليدية.